البلاد اللي انهردت في بلاد تانية بادية تنضرب وتنهرد كل مرة بتفجير. البلاد اللي دعمت الإخوان المسلمين، واللي هي البلاد اللي فيها أمير المؤمنين وماسك حريم السلطان، سلطان الإخوان المسلمين والمقاتلة وجماعة حماس مع حماس، السيد أردوغان، واللي الآن صار تفجير. قبل كم يوم شفناه في براس السنة ماتوا فيه 39 شخص و69 مصاب. ربنا إن شاء الله يشفي المصابين ويرحم الميتين. الغريب في الأمر أن التفجير صار في نادي ليلي في بلد أمير المؤمنين وأحد الخلفاء اللي قاعدين يخلفوا على المسلمين الجماعة هم. الثاني شيء أكثر اللي ميتين كانوا مسلمين ويحتفلوا غادي، والأكثر من هذا كله السعوديين هم أكثر وحدين كانوا موجودين في بلاد أمير المؤمنين. اللهم بارك إيمانهم يا رب العالمين، كلهم على بعضهم الإخوان المسلمين والمقاتلة. واللي خلينا مع بعضنا نشوفوا الليستة اللي فيها الضحايا. أعطيني تركيا 11، طبعا الاتراك فيهم مسيحيين والإسلام متاعهم ما هوش بالفطيرة. السعودية 7 و9 مصابين، 16 واحد. العراق، لبنان، الأردن، المغرب، الهند، تونس، الكويت، ليبيا، حتى ليبيا عندنا حتى نحن غادي. وأكثر الدول لو أنتم لاحظتوا معايا أن في هذا المكان المبارك والذي قام بتفجيره أحد الإرهابيين اللي دعمهم أردوغان، يعني زيتنا في دقيقنا، في واحد إسرائيلي، واحد كندي، واحد بلجيكي، و3 مصابين فرنسيس وواحد بلغاري. الكفار كلهم كانوا شوية، المسلمين كان يعمهم المكان. اللي داعم مسلم واللي مفجر مسلم والميتين مسلمين. اللهم بارك الإسلام. تمام، أعطوني بالله عليكم بعدها نخش